السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديد على قناة كويزين منار. ما فيديو جديد ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر جوج فواحد بنفس العجين. غادي نتحصلوا على الفطائر اللي كتكون مالحه كما كتلاحظوا، كذلك فطائر اللي كتكون حلوه. كيجيو بحال هكا هاد الفطائر كيجيو رائعين كما كتلاحظوا كيفاش كيجي الشكل ديالهم، كيجيو رائعين وسهلين في التحضير. تحضرهم بحال هكا المائده ديال الكوتي كما كتلاحظوا كيفاش كيجيو في الشكل ديالهم. وما نطولش عليكم بزاف، ندوز مباشره الوصفه مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. اول حاجه بديت بها هي لا كريم باتيسير باش كتبرد لينا على جانب. بحال الكاسرونه كما كتلاحظوا كنوضع كاس ونص ديال الحليب وملعقه ونصف ديال لا كريم باتيسير كما كتلاحظوا كيكونوش عامرين بزاف، وثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده. يمكن لكم تزيدوا اولا تنقصوا، راه كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وغادي نحاولوا بحال ما كنخلطوا هاد العناصر على البارد كما كتلاحظوا. ديك الكريم باتيسير كتهبط لتحت وكتبقى متكتله. غادي نخلطوها بحال ما كان مزيان كما كتلاحظوا. عاد غادي نديروها على النار اللي كتكون مهيله، وحنا كنبقاو بحال ما مستمرين في التحراك حتى كتعقد لينا الكريمه وكتصبح على هذا الشكل. ضروري ما نحركوها باش ما تلصقش لنا في القاع وتحرك، كتجي فيها واحد المذاق خايب. صافي غادي نحيدها من على النار وغادي ندير بحال ما كان شي زلافه، وغادي نهطوا ليها الوجه ديالها بطبيعه الحال باش ما ديرش لنا قشره. وغادي ندوزو بحال ما كنحضروا العجين اللي غادي نحتاجو فيه. غادي نحتاجو في العجين 5 الكؤوس ديال الدقيق كما كتلاحظوا، كيكونوا ممتلئين كيكونوا عامرين بحال هكا. غادي نغبر لهم بطبيعه الحال. صافي كما كتلاحظوا من بعد ما غربلت الدقيق غادي نضيف عليه ملعقه صغيره ديال الملح، وكذلك ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات، وكذلك كيس ديال الخميره الحلويات من فئه 8 غرام، وكذلك 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. عندي حبه ديال البيض اللي كتكون بحال ديال المطبخ. صافي هادو هما المكونات اللي نحتاجو. عندي كذلك الحليب، عندي كاس ونص ديال الحليب اللي دفيته واحد شويه هو باش غادي نجمع العجين. يمكن لكم تجمعوها بالماء اللي كيكون دافي. نحتاجو كذلك ملعقه ديال الخل اللي كتعطينا واحد الطراوه لهاد العجين، كيجي بحال هكا قطني. انا ما استعملتهاش دابا، نسيتها، غادي نستعملها في الاخير دابا تشوفوها. غادي نحاول بحال ما كندخل هذاك الزيت والبيض في الدقيق كما كتلاحظوا كتصبح العجينه على هذا الشكل. عاد غادي نضيف بحال ما داك الحليب، كاس ونص ديال الحليب، ودائما السوائل كيبقاو على حسب نوعيه ديال الدقيق. صافي كما كتلاحظوا انا كنضيف الحليب وانا كنجمع. غادي نجمع بحال ما هاد العجينه وغادي نديرها على سطح العمل. انا هنا نسيت ملعقه ديال الخل، غادي نضيفها في هذه المرحله. يمكن لكم نتوما تضيفوها في المرحله الاولى. وكنحاول بحال ما كندخل هذاك الخل في العجينه ديالي كما كتلاحظوا وانا كندلك فيها. كما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش كتكون بحال ما كتلتصق في اليدين. صافي هنا كما كتلاحظوا من بعد ما دلكت العجين ديالي مزيان كما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كتكون بحال ما خفيفه. غادي نحطها بحال ما في واحد الاناء، نخليها بحال ما كتختمر ويضاعف الحجم ديالها. الاناء دهنته بالقليل ديال الزيت، وغادي ندهنها بحال ما الوجه ديالها بالزيت، وغادي نغطيها ونخليها تختمر. وندوز بحال ما كنحضروا الحشوه اللي غادي نحتاجو في الفطائر اللي مالحه. غادي نحتاجو حبه ديال الجزر كما كتلاحظوا نقيتها، وجوج حبات ديال الفلفل اللي كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوهم يكونوا حارين ولا ما حارينش. عندي كذلك 3 الحبات ديال البصل كيكونوا صغار، اللي كانوا كبار ديروها وحده. في الهاشوار غادي نضيف كاع هاد الخضر كما كتلاحظوا. غادي نقطعهم بحال ما على شكل عشوائيين، وغادي نهرشيهم بحال ما كيكونوا رقاق. يمكن لكم تزيدوا حتى الفلفله الحلوه كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. صافي هنا من بعد ما هرشيت هذاك الجزر كما كتلاحظوا البصله وفلفله حاره، كنديرها في واحد المقله. وغادي ندوز بحال ما كندير لها التوابل اللي غادي نحتاجو فيهم. ملعقه صغيره ديال الملح، وكذلك ملعقه صغيره ديال الابزار، وملعقه صغيره ديال السكنجبير اولا الزنجبيل، نصف ملعقه صغيره ديال الكركم، وملعقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره، وكذلك نصف ملعقه صغيره ديال بودره الثوم اللي فايت حضرتها معكم. راه كاينه في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو.
كتجي بحال مكا رائعه. وكذلك ضفت زيت الزيتون اللي غادي نشهر فيها هاد العناصر. غادي نخلطها بحال مكا مزيان وغادي نديرهم على النار كتكون مهيله حتى كيدبل لينا هذاك الجزر. غادي ندوز بحال مكا نطحن اللحم. غادي نطحنو في الهاشوار كما كتلاحظوا. انا عندي هنا اللحم كما كتلاحظوا غادي نقطعوا على هذا الشكل قطع اللي كتكون صغيره وغادي نديرو في الهاشوار. غادي نطحنو على شكل كفته. اللي ما بغاش يستعمل بحال مكا اللحم يقدر يستعمل اللحم ديال الدجاج. صافي هنا من بعد ما طحنت الكفته ديالي كما كتلاحظوا كتصبح على هذا الشكل. من بعد ما كتدبل لينا بحال مكا داك الجزر كنضيف عليه ملعقه كبيره ديال معجون الطماطم اللي كتبقى اختياريه. وكنحاول بحال ما كندوبها. انا كانت عندي في المجمد. كنضيف داك الكفته او اللحم المفروم اللي طحنت كما كتلاحظوا. كنحاولوا بحال ما كندخلوا في هاد الخضر. انا كما كتلاحظوا من بعد ما كيطيب ليا داك اللحم المفروم كنطفي عليه النار وكنخليه على جنب حتى كيبرد. وغادي ندوز بحال ما العجين من بعد ما خمر ودا في الحجم ديالو. نحط على سطح العمل اللي رشيته من الدقيق. وغادي نقسمها على جوج كما كتلاحظوا. جوج اقسام كيكونوا متساويين وكل قسم غادي نحاول بحال ما كنشكلوا الكويرات على هذا الشكل. صافي غادي نخلي بحال ما الجزء ديال العجين اللي غادي نخدم به الفطائر الحلوه. كذلك الجزء الاخر غادي نحطو بحال ما للجانب. غادي نغطيه بطبيعه الحال باش ما كيديرش ديك القشره على الوجه ديالو. كنجيب بحال ما العجين وكنسانو بالدلاك. كنسرحوه على شكل مستطيل. السمك اللي كيكون رقيق ما كيكونش غليظ. كريم باتيسير كما كتلاحظوا من بعد ما بردات كنخلطوها. عندي كذلك حبوب ديال الشوكولاط. انا خديت الشوكولاط وقطعته على هذا الشكل شكل مربعات. نجيب لا كريم باتيسير كما كتلاحظوا كنوضعها في الوسط وكنقادوها على هذا الشكل. كنديروها في الوسط ما كنوصلوهاش للجوانب. كذلك غادي نوزع الحبيبات ديال الشوكولاته اللي قطعت كما كتلاحظوا القطع اللي كيكونوا صغار. من بعد ما وزعت بحال ما ديك الشوكولاته على الوجه ديال لا كريم باتيسير كنجيب بحال ما دوك الاطراف وكنجيبهم كنوضعهم في الوسط على هاد الطريقه كما كتلاحظوا. الطريقه راها سهله وبسيطه وكتخرج لنا بحال ما كميه اللي هي كثيره. كنحضروهم دفعه واحده كما كتلاحظوا. كنجيب بحال ما واحد السكين وكنحيدو دوك الجوانب وكنقسموا العجين بحال ما على جوج. كل نصف كنقسموه على ثلاثه كما كتلاحظوا. هاد الجزء كيخرج لنا بحال ما 6 الوحدات ديال هاد الفطائر او هاد بان سويس. وكنجيب واحد الصفيحه اللي كتدخل الفران اللي درت لها بابي كويسون وكنهزهم بهاد الطريقه كما كتلاحظوا. كنحاولوا نقلبوهم على ديك الجهه اللي سدينا فيهم العجين باش ما كيتحلوش لنا في الفران. غادي ندوز بحال ما كنحضر الفطائر اللي مالحه بنفس الطريقه. غادي نسرحهم بالدلاك كما كتلاحظوا على شكل مستطيل. صافي هنا كما كتلاحظوا من بعد ما سرحت العجين ديالي على شكل مستطيل كنجيب الحشوه اللي درنا من قبل وخلينا حتى كتبرد. كما كتلاحظوا الحشوه ضروري ما خاصها تبرد. كنحاولوا بحال ما كنديروها في الوسط وكمرحله اختياريه اللي كتعطينا مذاق اللي زوين. عندي الجبن ديال الساندويتش اللي يمكن لكم تعوضوه بالجبن الاحمر او بالجبن الموتزاريلا. كنديرو حتى هو على الوجه ديال الحشوه. صافي كنجيب بحال ما دوك الاطراف كنجمعهم في الوسط بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. غادي نحيد دوك الجوانب اللي كيكونوا بحال ما مقادينش كيكون فيهم غير العجين. غادي نقسمها على 6 كما كتلاحظوا. كما لاحظتوا معايا بنفس العجين كنخرجوا كميه اللي هي كثيره بالملح والحلو. خرجت لي 12 قطعه كما كتلاحظوا. القطع اللي كيكونوا كبار الا بغيتو تصغروهم يمكن لكم تصغروهم. وغادي نوضعهم في الصفيحه اللي كتدخل الفران. كما كتشوفوا فاش كنبغي نحطهم على الصفيحه كنقلبهم على ديك الجهه اللي كتكون بحال ما مطويه اللي طوينا فيها داك العجين. كنقلبهم بهذه الطريقه. صافي من بعد ما درتهم في الصفيحه كما كتلاحظوا كتدخل الفران. في هذه المرحله راني مشعله الفران. عندي هنا بيضه كما كتلاحظوا اللي وضعت ليها القليل ديال الخل وكنطربوها بحال ما مزيان وكندهنوا الوجه ديالهم مزيان. كما كتلاحظوا في هذه الفطائر كندهنوا الوجه ديالهم باش كيتحمروا. بالنسبه لهاد الفطائر مالحين انا رشيتهم بشويه ديال البوافون وكذلك القليل ديال السمسم الابيض. يمكن لكم ترشوهم باي حاجه عندكم. صافي غادي ندخلهم الفران كيكون سخون على النار اللي كتكون مهيله حتى كيطيبوا. راهم في ساعه كيطيبوا ما كياخذوش وقت اللي طويل في الفران. ونتلاقوا في الشكل النهائي ديالهم من بعد ما نخرجوهم من الفران.
كما كتلاحظوا من بعد ما خرجت الفطائر ديالي او لابان سويس من الفران كما كتلاحظوا كيفاش كيطيبوا كيتحمروا كياخذوا واحد اللون اللي كيكون زوين. بالنسبه للفطائر اللي كيكونوا بحال ما كحلوين انا رشيتهم بالقليل ديال السكر بودره او السكر كلاصي، يمكن لكم بحال ما كدهنهم بالمربى وترشوهم بجوز الهند. التزيير كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. كما كتشوفوا الفطائر اللي كيكونوا مالحين كيفاش كيجيو بحال ما كيجيو رائعين، كيجيو رطبين، وكذلك اللي حلوين كيجيو رائعين، كيجيو بحال ما ساهلين في التحضير. المائده ديال الكوتي. وكما العاده الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من الدعم ديالكم. اللايك ديالكم وتعليقاتكم زوينه كتحفزنا. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى كنقدم ما تنسوش تنضموا للقناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك ابوني او سبسكرايب ما تفعيل زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما جديد ديال القناه، وبارطاجيو الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تشوفوا الفائده. وشكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو، نشوفكم في فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.